السلام عليكم. الحسين يقود الحياة. اليوم نتكلم عن التغيير. التغيير يعني بمجموعة محاضرات ودروس كبيرة نختصرها في دقائق. ايش قد نسبة الناس اللي تريد تتغير 100%. كلنا نريد نتغير. زين، حتى الناجح طبعا، حتى الناجح يريد يصير أكثر نجاح. ايش قد نسبة الناس اللي تنجح في التغيير؟ طبعا بالعراق ما عندنا ولا بالدول العربية. في أمريكا كان عندنا استبيان كبير انه نسبة الناس اللي تنجح بالتغيير 2% فقط، و98 يفشلون. زين ليش؟ وهي كلها تريد تتغير. لا، التغيير صعب. التغيير اول مشكله بيه، اول خطوه تخطوها بالتغيير راح يلاقيك الم. الم، والناس ما تحب تجابه الم، ترجع هاي الخطوه الى الخلف. ليش الم؟ انت متعلم على فد وضعيه معينه، الوضعيه هاي مرتاح بيها انت، يسميها منطقه الراحه، مرتب نفسك بيها. حتى لو انت مثلا موظف والراتب مالتك تعبان، وانت شريف، هاي ما تاخذ رشوه يعني طبعا، والمدير مالتك كالعاده تقول شاد وياي يا بغير مكانك، يقول لا، هذا المثل التعبان مالتنا، الشين اللي تعرفه احسن من الزين ما تعرفه. لا، هو الزين دائما اعرفه ما اعرفه هو احسن من الشين اللي هم اعرفه وما اعرفه. هذا وين يودينا؟ يودينا الى الراسبي. الراسبي كان هو قائد شرطه علي بن ابي طالب سلام الله عليه. صار عنده تغيير سلبي، انه من صار اجى عمر بن سعد، اجى هو اخوه النعمان، صاروا في جيش عمر بن سعد. معقولة قائد اي نعم، كلش معقولة والله، كلش معقولة. دين التغيير، الله سبحانه وتعالى بالتغيير الداخلي يغير الإنسان. لذلك أنا دائما يعجبني الدعاء بالقنوت: اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. دائما كن ندعو اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. مهم جدا. لا حد يقول أنا مؤمن خوش آدمي. زين ليش هو الله يأثر علينا؟ الله ما له علاقة سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي التغيير من الداخل، للداخل. الله سبحانه وتعالى يعطينا الهبات، لكن هاي الهبات تخيلوها بعلو السقف، نحتاج احنا نقمز شوي، نرفع نفسنا، يلا التغيير من يمنا. لذلك حتى مريم سلام الله على مريم، من أهم النساء الأربعة بالتاريخ، الله سبحانه وتعالى ابتلاها بقضية الناس تهمتها بقضية أخلاقية حاشاها، ونزل لها التمر، بس ما نزله مباشرة، وقال لها وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. زين، مو أنت يا ربي بشهر 12 والنخلة ميتة وماكو بها رطب؟ لا، قال لها هزي، لازم تشتغلين، لازم تشتغل على نفسك حتى يصير التغيير. فإحنا نحتاج التغيير، إنه نغير بنفسنا ونشتغل على نفسنا ونحارب هذا الألم اللي يصير. الراسبي، نرجع لصاحبنا الراسبي اللي قلنا كان في شرطة علي بن أبي طالب، وصار أجى مع عمر بن سعد. ظل هذا الصراع الداخلي. أنا كنت مع علي بن أبي طالب وجيت هنا واريد أضمن كم فلس آخذ وأخذ لي منصب، بس دا أحارب الحسين. ظل في صراع ليلي، لكن بالتالي قرر أن يكون مع الحسين، يرجع للحق. ظل صار نفس الشيطان، أنه أنت هذا راح تخسر نفسك وتخسر أخوك وتتهجول عائلتك وفلوس ماكو. قال لا، إحنا هذا التغيير كون أمشي لأنا منطقة الراحة كون أغادرها. أنت تقول هذا عادي، لا مو عادي، كل الصعب. منطقة الراحة كون أغادرها، أنا راح أروح للألم لأن عندي هدف أسمى، لأن أنا فكرت شفت التغيير مع ما به من ألم يحقق لي أهداف أكبر، إنه أنا أكون أروح له. كان هنا السؤال اللي راح يخطر ببالكم: أن شلون إنسان مؤمن ينتكس على عقبيه؟ لا، هو هذا العادي. العادي، نعم هو العادي. شوف الإنسان شغلتين الدمرة للإنسان، حتى المؤمن: السلطة والثروة. أنت الإنسان بالوضع الطبيعي هو مؤمن، بس من تجي سلطة وثروة، وشوف التجارب اللي عشناها بحياتنا، إيش قد راح يقاوم؟ جدا صعب يقاوم، جدا صعب. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول في حديث خطير يخوف كلش؟ يقول آخر ما يخرج من قلب المؤمن حب الرئاسة. عجيب يا رسول الله. نعم، صفق النعل حول الإنسان وراه وسيارات وجكسارات تخبل الإنسان، تخسر دينه وتخسر آخرته. لذلك مو بسهولة. لذلك تشوف النتيجة الطبيعية، إيش قد ناس ورا تستلم السلطة تحافظ على دينها وأخلاقها، جدا صعب. لذلك أنا ما أعطي تبريرات للراسبي. الراسبي رجع إلى الحسين سلام الله عليه، لكن أقول واحد من تيجي السلطة والثروة يكون حذر من نفسه، لأنه الموضوع ما لي أقول جدا جدا صعب، أكثر من ذلك.
اللهم استرنا من أهوال السلطة والثروة. السلام عليكم.